صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. بيبدأ فيلمنا بطفل اسمه هنري، وبتكون مامته سايباه يلعب لوحده وبتراقبه من بعيد، وفجأة بيتجرح في ايده، فامه بتجري وبتقلق عليه، وبتلاقيه الجرح قوي جدا بالنسبة لايه الطفل صغير. لكن الغريب بقى ان الجرح بالرغم من انه قوي الا انه هنري ما بيعيطش منه ولا بيقول واوا حتى. وامه ما بتكونش فاهمة هو ازاي مستحمل الوجع ده وساكت. هل ابني ليس عنده دم ام ماذا؟ ولكن امه ما بتديش اي اهتمام للموضوع، وبتمر سنين على الموضوع ده وبيكبر هنري، وبنشوفه وهو في المطبخ مع امه بيطبخ معاها، وفجأة وهو جنبها بيحط ايده في ميه مغلية وبتتحرق ايده حرق قوي محدش طبيعي يقدر يتحمله. ورغم كده وهو واقف ولا داري بأي حاجة خالص، وما بيكونش حاسس بأي ألم، والدنيا كلها مقلوبة على ايده، وهو الوحيد اللي ما بيكونش متأثر نهائي. وهنا بنعرف ان هنري مصاب بمرض خطير ونادر جدا، نادر مين يا صديقي؟ والمرض ده ما بيخلوش يحس باي الم مهما حصل، مهما تعرض لاصابات او جروح او حروق ما بيتاثرش نهائي، زي ناس في حياتي كده ما عندهاش دم خالص. والمشكله الاكبر ان المرض ده ملوش علاج، واللي بيكون عنده المرض ده بيعيش طول عمره بيه، واهله بيكونوا معتبرين ان المرض اللي عند هنري ده بيكون اشبه بالقوه الخارقه، وبيكونوا مبسوطين بيه جدا. لكن على الجانب الاخر بيكون هنري شايف المرض ده انه اكبر عقبه في حياته، لانه مش قادر يحس باي الم، وبالتالي مش قادر يحس بطعم الحياه. وبتمر السنين وبيكون هنري كبر وبقى عالم، وبيكون عايش منعزل عن الناس كلها في بيت لوحده. والسبب اللي خلاه يبقى عالم انه يقدر يلاقي اي علاج او حل للمرض اللي عنده ده، على امل انه يبقى طبيعي زي باقي البشر، ويحس باي الم عادي زي بقيه الناس، ويحس كمان بطعم الحياه. وغير كده هو كمان معرض للخطر دايما بسبب المرض ده، لانه ممكن يتصاب باصابه خطيره وهو مش حاسس. وعلشان كل الاسباب دي هنري عايز يلاقي حل للمرض بتاعه. وبنشوف هنري بيعمل تجارب للفئران اللي في المختبر الموجود في بيته، وبيقدر يستخلص الماده اللي في جسمه اللي بتخليه ما يحسش باي الم، وبيحقنها في الفئران علشان ما يحسوش باي الم هم كمان. وبعدها بيعمل عليهم تجارب علشان يخليهم يرجعوا يحسوا بالالم تاني، لكن كل محاولاته للاسف بتفشل، وعلشان كده دايما بيكون حزين وبائس. بعد كده بينزل هنري بيشتري شويه حاجات من محل، وبيلاحظ ان سعر الحاجه اللي عايز يشتريها غالي شويه، فبيبدل سعر الحاجه اللي عايز يشتريها بحاجه تانية، وبياخد الحاجه اللي عايز يشتريها وبيروح يحاسب عليها. والكاشير بيكون راجل عجوز شويه ونظره على قده، لكن بيلاحظ ان في حاجه غريبه في سعر المنتج، فبيغير هنري الموضوع وبيقول للكاشير انه لاحظ ان ايده بتترعش كتير، وعلشان كده بينصح انه يهتم بنفسه شويه ويروح يكشف على نفسه، علشان دي اعراض خطيره جدا. فبيقلق الكاشير وبيتشتت، فبينسى موضوع المنتج وبيحاسبه وبيمشي. وبنلاحظ من الحوار ده ان هنري عنده سرعه بديهه عاليه جدا، وقوه ملاحظه عاليه جدا كمان. بعد كده بيرجع هنري تاني للبيت وبيكمل ابحاثه في المختبر بتاعه لحد ما بتجيله رساله شغل، فبيقدر هنري يستخلص الماده اللي في جسمه اللي بتخليه ما يحسش باي الم، وبيعبي الماده دي في ازاز صغيره. وبنعرف ان الشغل اللي بيشتغله هنري انه بيبيع الماده دي للمدمنين. كمان انت عظيم يا هنري، وبيخليهم ما يحسوش باي الم لمده مؤقته، وكأن الماده دي نوع من انواع المخدرات. وبيكسب هنري فلوس كتير قوي من ورا الموضوع ده، وهو عايش حياته على كده. وبنشوف هنري وهو لسه بايع الماده دي للزبون اللي لسه مكلمه، وبعد ما بيخلص وبياخد فلوسه منه بيمشي، فبيروح يركب المترو علشان يرجع بيته. وهو في المترو بتكون في بنت جميله راكبه معاه اسمها شاني، وبتكون شاني دي بتشرب قهوه، وبتحصل حاجه مفاجاه في المترو بتخلي القهوه تقع على ايد هنري، فبتقلق شاني عليه لان القهوه بتكون سخنه جدا. وهنري بيكون واقف مكانه ولا كأن حصل اي حاجه، ولكن بالرغم من انه ما بيحسش باي الم لكن جلده بيتاثر. وعلشان كده بينزل هنري في محطه بعدها وبيقعد يعالج ايده من الحرق. وفي الوقت اللي بيعالج فيه نفسه بيلاقي شاني جايه تعتذر له، فبتحاول تطمن عليه علشان الحرق الخطير اللي في ايده، لكن هو بيطمنها ان كل حاجه كويسه وان هو عالج ايده خلاص. وبيقعدوا الاتنين يتعرفوا على بعض، وشاني بتقول له باستغراب انه مش حاسس باي الم ولا كانه متعرض للحرق يعني ولا اي حاجه، فبيقول لها انه واخد وصفه طبيه كويسه مش بتخليه يحس باي الم، فبتطلب منه يديها شويه من الوصفه دي علشان عندها صداع هيفرتك دماغها. فبيديها هنري ازازه من الماده اللي في جسمه، فبتاخدها منه وبتشكره وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيكون هنري عند الدكتور اللي بيتابع حالته معاه، وهنري بيعتبره صديقه الوحيد اللي هو الدكتور رايموند، وبيوري له هنري ايده المحروقه علشان يطمنه على نفسه، وده بعد ما عالجها امبارح لكنه حابب يطمن برضه. فرايموند بيقول له انه عمل اللازم ومفيش حاجه يقدر يعملها تاني. ورايموند بيقعد معاه وبيقول له ان هو شاف له شغل في اكبر مستشفى في البلد، وبيفضل ينصحه ان هو يهتم بنفسه شويه لانه شخص عبقري وموهوب، ولو هو اشتغل في المستشفى دي هيعمل اسم وسمعه كويسين وهيبقى قدوه للدكاتره الجداد. لكن هنري في الاخر بيرفض، وبيقول له ان هو مش عايز يشتغل قبل ما يلاقي علاج لحالته، وبيسيبه وبيمشي. ولما هنري بيخرج من العياده بيقابل واحد اسمه ستيفن، وبيكون عارف حاله هنري بطريقه مجهوله شويه، ومن غير اي مقدمات بيعرض على هنري انه يعمل عليه شويه دراسات وابحاث، وده طبعا بمقابل مادي كبير جدا.
وبيقول له في ناس كتير جدا ممكن يدفعوا فلوس كتير علشان ما تحسش بالالم زيه. فهنري بيتعصب عليه وبيقول له انه مش فار تجارب علشان يتعمل عليه ابحاث. فبيحاول ستيفن يجيب له الموضوع من ناحيه انسانيه شويه، وبيقول له في ناس كل يوم بتتألم جامد لاسباب مختلفه، وانه عاوز يخفف عليهم من عذابهم ده. لكن هنري برضه ما بيتأثرش وبيرفض مره تانية وبيسيبه وبيمشي. بعد كده بيرجع هنري على بيته وبيكمل ابحاث علشان يرجع شخص طبيعي. وفجأة بتجيله فكرة، وهي ان طالما مراكز الاحساس في الجسم بتقدر تتعطل زي ما هي متعطله عنده، فاكيد يقدر يصنعها من اول وجديد. فبيبحث عن نوع ادويه معين علشان يستخدمه في اختراع علاج يساعده انه يقدر يصنع مراكز الاحساس من الاول. وبيقدر هنري يلاقي نوع كويس جدا يساعده في الفكره دي، فبيحس بالامل تجاه الموضوع ده. لكن بيلاقي علشان يقدر يشتري الدواء ده لازم يشتريه برشته الدكتور مختص. فبيروح هنري لصاحبه رايموند وبيطلب منه يكتب له روشته بالدواء ده، لكن رايموند بيرفض وبيقول له انه مش هيقدر يكتب الدواء ده غير في حالات معينه، لان الدواء ده اقوى من الهيروين، وفيه مدمنين بيشتروه من السوق السودا وبيتاجروا فيه، وما بيقدرش يكتبوا لهنري بسهوله كده، والا ممكن يخسر رخصته كدكتور وكمان ممكن يدخل السجن. فبيفضل هنري يزن وبيتحايل عليه، لكن برضه بيفضل رافض. فبيتضايق وبيزعل منه جدا وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيروح هنري لواحد من زمايله المدمنين وبيطلب منه يجيب له الدواء ده من السوق السودا باي ثمن، لكن زميله ده بيقول له ان هو مدمن بس وانه مش تاجر مخدرات، وحتى ده كمان مش هيقدر يساعده ويجيب له الدواء. فبيضطر هنري انه يلجأ لشخص ثالث اللي هو الدكتور ستيفن، وبيبلغه ان هو موافق يعمل على ابحاث زي ما هو عايز، وفي المقابل عايز منه الدواء ده ومش عايز منه فلوس. فبيوافق ستيفن وبيتفقوا على كده، وبيبدأ ستيفن والمساعد بتاعه يعملوا فحوصات وتحاليل لهنري وبيفضلوا يدرسوه على مدار اليوم. وفي يوم هنري بيسأل ستيفن هيديله الدواء امتى، فبيقول له ستيفن ان الدواء ده بيجي بصعوبة والموضوع هياخد وقت شوية. فبيقعد ستيفن يتكلم مع هنري شوية عن حياته الشخصية، وبيقول له ان هو مصاب بمرض اسمه الاعتلال العصبي، والمرض ده عكس المرض اللي عند هنري، لان المرض اللي عند هنري بيخليه ما يحسش باي حاجة مهما حصل، وعلى العكس المرض اللي عند ستيفن بيخليه حاسس دايما بالألم ووجع شديد جدا في كل حتة في جسمه، وبيقدر يقاوم ويتحمل الألم ده كله ويمشي على رجله عن طريق الأدوية بس، وانه تعب من الإحساس الدايم بالألم ده ونفسه يحس بإحساس هنري وما يحسش بأي حاجة. وطبعا هنري عكسه خالص وتعب من عدم الإحساس بأي حاجة، وده زي المثل اللي بيقول محدش عاجبه حاله يا صديق، وهنري نفسه يحس بأي ألم. سبحان الله. ولما بيخلص هنري كلامه مع ستيفن بيروح يقعد على كافيه شويه، وهناك بيتفاجئ ان الجرسون في المكان هي شاني اللي قابلها قبل كده. فبيسلموا على بعض وبتروح شاني تجيب له طلبه وبتقعد معاه يتكلموا شويه، وبيبداوا يتعرفوا على بعض اكتر، وبيكون واضح ان هما الاتنين معجبين ببعض. وفي اخر القعده بتسيب له شاني رقمها علشان يتواصلوا مع بعض، وبياخد هنري رقمها على طول. وبيجي تاني يوم وبيخلص هنري كل الابحاث والدراسات اللي بتتعمل عليه، وستيفن بيديله الدواء اللي هو عاوزه، وبيقول له ستيفن انه اكيد عاوز الدواء ده علشان يلاقي طريقه يعالج بيها نفسه. فبيعرض ستيفن المساعده عليه وبيقول له ان هو ممكن يساعده في العلاج، لكن هنري بيرفض وبياخد الدواء وبيمشي. وبيرجع بعدها هنري البيت وبيبدا يستخدم الدواء ده في اختراع علاج للمرض بتاعه. وبعد ما بيخلص العلاج ده بيحقن فار بيه، وبيقرر يرتاح شويه عن اللي بيعمله ده لحد ما يشوف النتيجه. فبيتصل بشاني وبيتفقوا علشان يتقابلوا، وبيروح يجهز نفسه وبينزل يقابلها، وبيقضوا هما الاتنين يومهم مع بعض وبيستمتعوا بوقتهم جدا. وبيكون هنري فرحان جدا وهو معاها، ولما بيرجع البيت مزاجه بيتعكر لما بيعرف ان التجربه اللي عملها على الفار فشلت. فبيتعصب وبيحس ان كل اللي هو عمله ده راح على الفاضي، ورغم ان التجربه بتاعته فشلت على الفار قرر برضه يحقن نفسه بالماده اللي اخترعها دي ويشوف هل هتنجح عليه ولا هتفشل زي الفار. وبعدها بياخد الماده وبيروح لستيفن وبيطلب منه يعمل له عمليه ويحقنه بالماده بتاعته. فبيوافق ستيفن، وهو المساعد بتاعه بيعملوا له العمليه وبيحقنوه بالماده بتاعته، لكن للاسف المحاوله دي كمان بتفشل. فبينهار هنري وبيزعل جدا وبيرجع لبيته وينام على طول. وبيجي تاني يوم وبيروح هنري للزبون اللي بيبيع له الماده اللي في جسمه كانها مخدر، وبيقول له ان هو مش هيشتغل في الشغلانه دي تاني، وبيطلب منه يبلغ كل المدمنين اللي بيشتروا منه بنفس الكلام ده، وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيروح هنري للكافيه اللي شاني شغاله فيه وبيطلب منها يخرجوا مع بعض، فبتوافق شاني وبيخرجوا سوا. وبعدها بيقعد هنري يتكلم معاها وبيعترف لها بالمرض بتاعه، وبيقول لها ان هو ما بيحسش باي الم في جسمه، وعلشان كده هو ما حسش باي الم لما وقعت عليه كوبايه القهوه. وبيحكي لها انه قضى حياته كلها يحاول يعالج نفسه، لكنه يئس وقرر يستسلم خلاص ويوقف اللي بيعمله. لكن شاني بتقول له ان الحياه قصيره وانه لازم يستمتع بيها على قد ما يقدر وما يشيلش هم اي حاجه تانية. فبيتفق هنري معاه في الكلام، وبيروحوا مع بعض لشقته وبيقضوا الليله سوا. وبتمر الايام وبيقضي هنري
اجمل ايام حياته مع شاني وبينسى خالص موضوع مرضه ده. وفعلا هنري بيكون مستمتع جدا بحياته الفتره دي، لحد ما في يوم وهو راجع بيته بيلاقي ستيفن مستنيه في الشارع، وبيعرض ستيفن عليه انه يشترك معاه في تجربه علميه، والتجربه دي ممكن تعالجه من مرضه ويبقى شخص طبيعي ويقدر يحس بالالم. لكن هنري بيرفض يتعاون معاه وبيقول له انه مش هيعمل اي تجارب تانية على نفسه، وانه خلاص هيتعايش مع الوضع اللي هو فيه ومش حابب يغيره، وبيسيبه بعدها وبيمشي. وبيجي الليل وبيقعد هنري وشاني في كافيه، لكن فجاه وهم قاعدين بيجي شخص بيبدا يعاكس في شاني ويضايقها، فبيتدخل هنري وبيزعق للشخص ده، لكن الشخص ده بيضربه قدام الكافيه كله. ورغم ان هنري ما بيحسش باي الم، لكنه بيتحرج من منظره قدام الناس وبينهار من العياط وبيمشي من المكان. وبتروح شاني وراه وبتحاول تهديه، لكنه بيترجاها تسيبه لوحده وبيطلب منها ما تروحش وراه وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيروح هنري يقعد في البيت لوحده وهو متضايق جدا، وبيحاول يطلع الطاقه السلبيه اللي جواه في اي حاجه. والشيء اللي كان بيحاول يعمله وهو متضايق انه يحاول يدرس حالته اكتر، فبيفضل يدرس حالته وهو متضايق لحد ما بيكتشف بالصدفه الجين المسؤول عن المرض بتاعه، لانه ما كانش قادر يكتشف بالظبط اي جين هو المسؤول عن مرضه. ولما قدر يحدده فهيقدر يعالجه، لكنه هيحتاج اجهزه ومعدات طبيه متطوره. وبيجي تاني يوم وبيروح هنري لستيفن وبيقول له خلاص هو عارف المشكله في جسمه ايه، وبيطلب منه المساعده علشان يقدر يعالج المشكله دي. فبيوافق ستيفن، وبعد مده كبيره من الدراسات والابحاث دي كلها بيقدروا يصنعوا العلاج اخيرا. لكن المفاجأة ان ستيفن بيقول له نسبة نجاح العلاج ده ضعيف جدا. اما المشكلة الحقيقية بقى ان العلاج لو ما نجحش وهنري ما خفش من مرضه هيموت. يعني من الاخر التجربة دي يا اما هتنجح ويتعالج يا اما هتفشل ويموت. وبعد كل العمر اللي هنري ضيعه في محاولة علاج نفسه بيقرر ما يعملش العملية دي، واللي كانت اخر حبل نجاة من مرضه حرفيا. لكنه بيقرر يتعايش مع مرضه وخلاص، ويعيش مع مرضه مع الناس اللي بيحبوهم وبيحبوه، بدل ما يموت وهو لوحده محدش يعرف عنه حاجة. وبعد فترة بتشوف شاني جواب سايبه لها هنري، وبيكون كاتب فيه ان هو هيسافر يشتغل في مستشفى، وانه هيبدأ يعيش حياته ويساعد الناس اللي محتاجة مساعدة، وانه هيعيش الرحلة دي وهيرجع يعيش الرحلة الخاصة بتاعتهم الاتنين سوا. وبنعرف ان هنري هيتقدم لشاني علشان يتجوزها، وتمام قوي كده. وهنا بيخلص الفيلم. لو سمحت بقى يا صديق انزل اشترك في القناة دلوقتي، لان طبقا للاحصاءات عندي 98% من المشاهدين مش مشتركين في القناة. وتاني شكرا لكل انسان جدع هيشترك في القناة ويدوس لايك للفيديو. وما تنساش تقول لي رايك في قصة الفيلم، ولو عايز اي فيلم نلخصه قول لي عليه في الكومنتات. يلا سلام.